معنا مشاهدي الفضائية المصرية، برحب بكم معانا في حلقة جديدة من برنامج تحيا مصر. النهاردة في حلقتنا هنتكلم مع حضراتكم عن موضوع حلقتنا، وهو عن الدعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا. بتتنوع وسائل وطرق الدعم المقدمة لجميع الفئات المجتمعية، من دعم نقدي وأيضا دعم عيني، وبتختلف طرق الدعم من خلال تقديم مشروعات، صناعات صغيرة، حرف يدوية، دعم طبعا خاص بالمشروعات الصغيرة ومشروعات متناهية الصغر. يمكن هنلاقي الحقيقة أنواع الدعم عديدة جدا ومختلفة، وبتشمل جميع الفئات المجتمعية. بنتكلم على النساء، بنتكلم على الرجال والشباب، الأطفال، كبار السن، كل دول بيتلقوا هذا الدعم وهذه الخدمات من قبل الدولة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. بالتفصيل هنتكلم مع حضراتكم عن موضوعنا مع ضيفنا اللي بيسعدنا بوجوده معانا، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أبو محاسن. أهلا بك يا أستاذ أحمد. اهلا بحضرتك. وعلى خلينا كده في البداية، قبل ما نتكلم عن كافة طرق الدعم اللي بتقدم للمواطن، يعني نتكلم على القوانين الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وخصوصا ان في قانون او تم يعني تحديث قانون خاص بوزارة التضامن الاجتماعي، هو قانون التضامن الجديد. خلينا نتكلم عنه ونقارن ما بينه وما بين القانون القديم. خلينا اتكلم مع حضرتك بكل صراحه. الفتره الحاليه او يمكن العشر سنوات الاخيره كانت فتره صعبه جدا اقتصاديا، مش بس على مصر لا ولا اقليميا، ده هي عالميا ازمه كبيره جدا. يمكن الحكومه انتبهت لها، وده حصل بشكل واضح جدا في التعديل الوزاري الاخير. ولأول مرة بنلاقي الحكومة الجديدة فيها نائب رئيس مجلس وزراء للتنمية البشرية. ده بيدل إن في فعلا في اتجاه من الدولة على دعم الفئات والاهتمام بالعنصر البشري. فكرة التضامن الاجتماعي أو وزارة التضامن الاجتماعي هي في الأول وفي الآخر هي وزارة محورية، هي ترمومتر الحكومة اللي بتتواصل ما بين المواطن وبين الحكومة فوق. قانون التضامن الاجتماعي أو كما بيطلق عليه الضمان الاجتماعي ده القديم شوية، كان بيقتصر على دعم بعض الفئات اللي هي مدرجة. انت من حقك تاخد تأمين لو انت موظف، لو انت مؤمن عليك، لو انت عندك تأمين صحي. لكن في الحاجة الأخيرة زي ما قلنا، كان العشر سنوات الأخيرة اكتشف بعض العوار في القانون ده. فتقدمت الحكومة بمشروع قانون في ديسمبر 2024 اللي فات، وبالفعل عرض على مجلس النواب وتم إقرار قانون التضامن الاجتماعي الجديد بآليات جديدة جدا لأول مرة بنشوفها في القانون الجديد. يمكن الدستور بيكفل للمواطن، من حق أي مواطن أنه بينعم بالحياة وأنه بينعم بالدعم، سواء كان الدعم النقدي أو المشروط أو غير مشروط، فهنتكلم عنه دلوقتي. لكن كان لازم يكون في قانون تضامن اجتماعي جديد بيراعي حالات جديدة زي العمالة غير المنتظمة والعمالة المنتسبة. وده حصل. يمكن احنا لقينا في برنامج زي برنامج تكافل وكرامه واللي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015. انا لما اجي اتكلم على تكافل وكرامه هقول ان تكافل وكرامه ده بدا بفكره، هو تكافل وكرامه ما كانش موجود، لكن من احساس الحكومه ومع متغيرات الاحداث اللي شفناها مع مصر الرقميه ومع الرقمنه اللي حصلت في مؤخرا، وده طبعا بيؤكد ان في عندنا قاعده بيانات لدى الحكومه قالت في خطر على الارض، في مشكله، في فئات واخده حقها، سواء كان عامل في القطاع الخاص او القطاع العام او قطاع الاعمال او في الحكومه، وفي فئات تانية خالص مهمشه زي العماله الموسميه. وده يمكن حصل في 2019، كان يعني خسائر كبيره جدا على صيادين، على نجارين، على كل اصحاب الحرف التراثيه. ومن هنا جاء فكره تعديل وتصحيح واقرار قانون تضامن اجتماعي جديد بيراعي كل هذه الاشياء. ممكن نسأل سؤال دلوقتي نقول لماذا قانون التضامن الاجتماعي في الوقت في الحالي؟ الوقت الحالي بالظبط. يعني اقول لك بكل بساطه ان برضو عندنا قاعده بيانات بتقول ان في مؤشر خطر لا يخفى على احد، لا يخفى على احد. كل الحكومه والرئيس شخصيا بوزيره التنميه المحليه، سواء كانت الدكتوره مايا مرسي او السابقه او الاسبق،
كلهم بيعترفوا ان في قصور، في قصور، احنا موجودين في الشارع وبنشوف الناس في ازمات في مشاكل، لكن هنا في اتجاه. الاتجاه بيحدث على التنميه عموما بتسير بالتوازي، سواء كنت بتؤسس دوله انت عندك تحدياتك وعندك كل ازماتك الاقتصاديه، محدش ينكر ده، لكن في نفس الوقت وفقا للدستور انت كحكومه او كدوله مسؤول عن توفير سبل الحياه اليوميه اللازمه للمواطنين. من هنا جاءت فكره وجود قانون تضامن اجتماعي جديد. ايه اللي حصل فيه وايه الفرق اللي بينه؟ بينص على ايه؟ خلينا الاول نقول بينص عن ايه وبعد كده نقارن بقى الفرق تمام. بينهم. هو بينص على ان من حق كل مواطن مصري موجود في داخل مصر، او حتى اذا كان ليس مصريا كمان، ده بيشمل الاجانب الموجودين داخل جمهوريه مصر العربيه، إن من حقك ان انت تحصل على الدعم الكامل وفقا لاحتياجاتك اليوميه. طيب القانون ده إيه؟ لو حبينا زي ما حضرتك قلتي نعمل مقارنه ما بينه وما بين القانون السابق او القانون المعدل عليه، ان القانون ده كان بيشمل فئات معينه زي ما قلنا هما الموظفين او العاملين او فقط، لكن القانون الجديد ايه اللي حصل فيه؟ اللي حصل فيه توسيع مظله الحمايه الاجتماعيه، وده شيء كان لازم ان تقوم به الحكومه. طيب ليه الفرق او ليه ايه الاستدامه اللي في المشروع القانون الجديد غير القانون القديم؟ هقول لحضرتك ان المشروع الجديد بيراعي حاجه اسمها الشمول والاستدامه. يعني ايه الشمول بمعنى والاستدامه؟ بالشمول والاستدامه معناها ان انا زي ما قلنا عندنا تكافل وكرامه. تكافل وكرامه ده في بدايته لما طلع لما اعلنته الحكومه في 2015 كان قائم على قروض وعلى تمويلات معينه ممكن تتوقف فجأة، فبالتالي الأسر دي كلها اللي بتصل النهارده ل 22 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة ممكن تتوقف. لكن واكتر من 22 مليون بالمناسبة. احنا ممكن ده كان ممكن نتوقف في المشروع القديم، لكن النهارده احنا بنتكلم عن استدامه وشمول. يعني الحكومه اقرته واخرجته من نظريه انه عباره عن تمويلات او قروض الى اعتماد رئيسي على الموازنه العامه لوزاره الماليه، وده بيؤكد الاستدامه. يعني انت حضرتك هتفضل تصرف لغايه ما يبلغ اطفالك سن الرشد او انت بيتحسن دخلك مستقبلا. تمام. ده لما نتكلم على الدعم النقدي، في انواع اخرى للدعم، وزي ما كنا بنحاول نوضح كده للمشاهدين، في دعم بقى خاص المشروعات الصغيره، دعم خاص بالتمويل، سواء كانت حرف يدويه. احنا الميزه كمان اللي احنا شايفينها من المجهودات اللي بتتم من وزاره التضامن الاجتماعي ان الدعم ما بقاش نقدي، او ما تاخدش بس انك تاخد فلوس علشان تعمل مشروع فقط، ولكن في تأهيل كمان، في دورات تدريبية، في دراسة لاحتياجات السوق علشان يتأكدوا ان المشروع المواطن اللي هيقوم بيه بيكون ناجح. كل هذه العوامل بيتم مراعاتها من أجل تحقيق طبعا عائد مناسب للمواطن، إلى جانب ان هذا المشروع ممكن كمان يتوسع وممكن يكبر فيه ويحقق نجاحات. إلى جانب طبعا احنا بنتكلم على إحياء بعض الحرف القديمة اللي تم يعني كانت بعدت أو يعني بدأنا ننساها. بنتكلم على إحياء التراث، يعني بيتم دمج ومراعاة كل هذه الأمور. هو أوجه الدعم لما أجي أتكلم على دعم الحكومة للمواطن، أوجه الدعم خصوصا في وزارة التضامن الاجتماعي هي مش بس قائمة على تكافل وكرامة أو سواء كان نقد عيني أو مشروط أو غير مشروط، لا، الدعم اللي بتكفله الحكومة لمواطنيها هو أمن غذائي، أمن غذائي وتوفيره. في عندي دعم اللي هو التأمين الاجتماعي، وفي التأمين الصحي، وفي الإسكان الاجتماعي. أنا أوجه الدعم كتيرة جدا، لكن أنا لما أجي أتكلم على دعم نقدي أو دعم مشروط، ده اللي بقصد بيه أنا تكافل وكرامة. وبالمناسبة تكافل وكرامة ده أنا بعتبره يعني هي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، خصوصا العمالة اللي هم غير عاملين في القطاعات الرسمية أو الخاص، لأن الناس دي كانت بتعاني، وده ظهر جدا من 2019 حتى الآن. احنا شفنا لأول مرة في 2019 نازلة منحة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة، بدأت ب 500 جنيه وصلت النهاردة في 2025
1500 جنيه شهريا. ده شيء كويس جدا وشيء ايجابي. ايضا عندي العماله الموسميه، سواء كان زي ما حضرتك اشرت اللي هي الحرف التراثيه او ايا كانت الحرفه او التكتل الاقتصادي اللي حضرتك بتقوم بيه. لكن انا لما اجي اتكلم على تكافل وكرامه، تكافل وكرامه كفكره هي فكره خارج الصندوق من الحكومه. لما اجي اتكلم عن تكافل وكرامه واقول ان الحكومه فعلت برنامج تكافل وكرامه لسد او تحقيق التكافل الاجتماعي والتوسع في الحمايه الاجتماعيه للمواطنين، حاجه اقول ان طبيعي جدا لما انا اجي اقول للناس المتعارف عليه تعالى هعمل لك برنامج هتاخد فلوس، هلاقي اقبال كبير جدا. وبالتالي لازم يكون في اليات وايديولوجيات معينه ان انا اقدر اتحكم واعرف من يستحق ومن لا يستحق. كويس جدا. ده تمام. يخلينا نسأل من هم الأشخاص الأكثر استحقاقا وإيه هي الشروط؟ بالظبط. ده بيخليني اسال سؤال حضرتك اللي بتقوليه، انا عندي تكافل وعندي كرامه. التكافل ده هو التكافل اللي بتقدمه، هو الدعم اللي بتقدمه الحكومه للاسر اللي هي شايفه ان هي فقيره بموجب الاشياء اللي هنقولها دلوقتي. انا دلوقتي كيف احصل على تكافل وكرامه زي ما حضرتك قلتي؟ هو الموضوع بيجي ببحث داخلي ذاتي، سواء كان في الحي او في المحافظه او في المكان اللي حضرتك السكن القريب منك ليه. بتروح بتقدم الأوراق عبارة عن ما يثبت قسيمة جواز والحاجات المعروفة متعارف عليها، شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي وغيره ما يثبت ويؤكد أن حضرتك متزوج وتعول، سواء كنت متزوج وتعول أو متزوج وسواء كان لديك أطفال أو ليس لديك أطفال. فده فيها مرونة جدا في التعامل. اللجنة بتنزل من التضامن بتبحث حالتك وبتشوف حالتك وبتشوف حضرتك هل تستحق أم لا تستحق. وده بيشوف هل تمتلك حيازات زراعية، هل تمتلك عقارات، هل كل هذه الأشياء. ده اسمه التكافل، ده اسمه دعم مشروط. دعم مشروط اللي هو بإيه؟ بشروط معينة حضرتك توفرت فيك، اللي هو ورقك سليم تمام بتحصل عليه. أما الكرامة ده دعم غير مشروط، اللي هو حضرتك سواء كنت من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة فأنت بتتقدم وبتحصل على المنحة بتاعتك المقررة. أما المشروعات أنا شايف إن عشان تتحقق التضامن الاجتماعي، ما هو خلينا نتكلم ببساطة، مهما كانت الحكومة، ما فيش حكومة بتمتلك عصا سحرية إنها تقضي على الفقر أو تحاربه أو تلبي احتياجات المواطنين. لازم يكون في حاجة اسمها استغلال موارد المحافظة، استغلال موارد البلد الموجودة اللي حضرتك فيها. احنا عندنا 27 محافظة على مستوى محافظات مصر. احنا عندنا كل محافظة معروف نشاطها ومعروف ايه الحاجة، عندنا الزراعة وعندنا الصناعة وعندنا كل هذه الأشياء. طيب التكتلات الصناعية، الحاجات اللي انتبهت لها الحكومة مؤخرا، وبالفعل أنا عايز أقول لحضرتك إن في تمويل بيحصل، مش بس وزارة التضامن، الحكومة بصفة عامة كل الوزارات اللي عندنا بتعمل على دعم الشباب. وطبعا زي ما قلنا التنمية بتحدث على التوازي، دعم الشباب لتوفير فرص العمل. فوزارة التضامن بالتنسيق مع أشياء كتيرة جدا، في تضافر للجهود ما بين وتنسيق ما بين الوزارات. طبعا. يعني لما اجي اتكلم عن المحافظات، انا عندي التنميه المحليه، وزاره التنميه المحليه هي دينامو ما بين الحكومه وبين المحافظين، هي تتولى تنفيذ السياسات. وعندي كذلك وزاره التضامن، انا عندي وزاره التنميه المحليه عندها مشروعك ده حاجه عظمه جدا، نفس الكلام اللي بيتكلم فيه وزاره التضامن، اللي بتتكلم عن الصناعات وعن الصناعات الريفيه، وتم توقيع بروتوكولات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت للاستفاده من الموارد الاقتصاديه، وده طبعا في الاخر لتحقيق التكافل الاجتماعي. صحيح. من ضمن كمان المشاركين في هذا يعني زي ما نقدر نقول في هذه المجهودات الخاصة بطبعا التنمية المجتمعية بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي وباقي مؤسسات الدولة، عندنا كمان المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية. وهنرجع نتكلم على الجزئية دي بالتفصيل أكتر، ولكن اسمح لنا هنروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية. خليكم معنا مشاهدين.
يعني عرفته بعد ما شفته، يعني فهمته واتعلمته. اللي هيبني واللي هيحمي واللي هيخدم ناسه واهله، مين هيكمل امجاد بلده. احنا هنقدر، ايوه هنقدر، كل مجال منا هيتطور زي ما انتم شجعتونا. بكره بلدنا بينا تنور. احنا هنقدر، ايوه هنقدر، كل مجال منا هيتطور زي ما انتم شجعتونا. بكره بلدنا بينا تنور. احنا جيل جديد بايدينا نحمي مصر. يعني عرفته بعد ما شفته، يعني فهمته واتعلمته. اللي هيبني واللي هيحمي واللي هيخدم ناسه واهله، مين هيكمل امجاد بلده. احنا هنقدر، ايوه هنقدر، كل مجال منا هيتطور زي ما انتم شجعتونا. بكره بلدنا بينا تنور. احنا هنقدر، ايوه هنقدر، كل مجال منا هيتطور زي ما انتم شجعتونا. بكره بلدنا بينا تنور. احنا جيل جديد طالعين بنحب مصر. احنا جيل جديد بايدينا نحمي مصر. احنا جيل جديد طالعين بنحب مصر. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا. وقبل الفاصل كنت بتكلم مع استاذ احمد على طبعا احنا بنتكلم على دور الجمعيات والمؤسسات الاهليه والمجتمع المدني، لان طبعا تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، لان كل هذه الجهود وتضافر كل مؤسسات الدوله بنحصل على عائد طبعا وناتج بيفيد المواطن بشكل ايجابي طبعا. خلينا نتكلم على هذا الجانب ايضا، لان اعتقد برضه هم ليهم دور كبير بصفتهم ان هم بيكونوا عارفين الحالات الاكثر احتياجا، او بيكونوا متواجدين في كل منطقه يقدروا ان هم يساعدوا او يكونوا حلقه وصل ما بينهم وبين وزاره التضامن الاجتماعي. شوف حضرتك، يعني لا تمكين بلا شراكه. يعني ليه تمكين بلا شراكه؟ لما اجي اتكلم على تمكين او على انجاح، انا عندي الحكومه عامله بتنفذ خطه التنميه المستدامه مصر 2030. مصر 2030، خلينا نتكلم ان اي حكومه سواء كانت ملكيه او كانت جمهوريه، اي حكومه في الاول وفي الاخر هي بتستهدف نجاحها وبتستهدف استمرارها وتواجدها. فمفيش حكومه بتعمل ابدا على انها خلاص النهارده اخر يوم لها في الحكم او انها ماشيه. كل الحكومات بتكمل على انها بتشتغل على انها مكمله. خدمه المواطن. خدمه المواطن بالظبط. ما هو خدمه المواطن هو المؤشر لنجاح الحكومات. المواطن احقق له ازاي الرضا؟ انا كحكومه مش هقدر ابدا في ظل التحديات اللي انا بواجهها، سواء كانت الخناقات الاقليميه او التحديات اللي انا بواجهها عالميا، فبالتالي لازم اعتمد على حاجه اسمها الشراكه. الشراكه هنا بتتعدى مفهوم الحكومه او القطاع الخاص او القطاع الاعمالي. فانا كان لازم على الحكومه انها تبحث عن المثلث او الضلع الثالث، وهو المؤسسات المدنيه. انا عندي قطاع خاص قدر الرئيس انه يفتح خلال السنوات اللي فاتت وقال يا جماعه لا شراكه بدون القطاع الخاص، والقطاع الخاص تولى، والقطاع الخاص نتج. وفي امثله كتيره جدا شفناها اثبتت نجاحها خلال الفتره اللي فاتت. وبالتالي وجود المؤسسات او الجمعيات الاهليه في كضلع ثالث في المثلث الحكومي الموجود حاليا فتح افاق كتيره جدا، وهي القدره على توصيل الدعم للفئات الاكثر احتياجا على الارض. النهارده انا عندي تحالف كبير جدا، تحالف المؤسسات المدنيه بيقدر يوصل ل 27 محافظه، سواء كان في رمضان في غير رمضان في اشهر في جميع طوال ايام السنه. طوال ايام السنه، سواء كان ملبس او مشرب او غيره او جميع انواع الحاجه دي. فالحكومه ما اكتفتش وقالت لا شكرا
للقطاع الخاص او الجامعات الاهليه. اللي زي ما قلنا مفيش تمكين بدون شراكه، لان لما يبقى في تمكين، لو عايز اعمل تمكين وهشارك انا هعمل حاجه اسمها ثقه. فالثقه انا بمنحها لمؤسسات المجتمع المدني، فهو بناء على الثقه دي بيبدا يتحرك. فهو الراجل شايف انه دايما طول الوقت مدعوم من الحكومه، مدعوم من راس الدوله، مدعوم من الرئيس، مدعوم من وزاره معينه سواء كانت الصناعه او التجاره او غيرها. فانا دايما بحمله مسؤوليه، بقول له انت مكلف بسد احتياجات المواطنين، انت مكلف بتوفير كذا للناس دي خلال الفتره، سواء كان مواد او كان الدفء او كل المبادرات اللي سمعنا عنها الفتره اللي فاتت. وده بيؤكد ان وجود العنصر او المثلث الضلع الثالث ده ادى الى نجاح خطه الدوله نحو التنميه المستدامه. منظومة متكاملة لازم تكون متضافرة مع بعضها علشان نوصل طبعا لتحقيق أكبر استفادة تعود على المواطن والمجتمع طبعا. واحنا بنتكلم على أنواع الدعم، مهم جدا ان احنا نتكلم على صندوق الصناعات. ويمكن من شوية اتكلمنا عن الصناعات، المشروعات الصغيرة، وازاي الصندوق ده بيدعم الشباب وبيدعم أصحاب المشاريع علشان يقدروا يعني يحققوا طبعا يعني نقدر نقول مكاسب وفرص، بيوفر طبعا وبيحقق فرص عمل افضل، وبيتيح للعديد ان هم يقدروا يقدموا مشاريع خاصه بيهم، مشاريع بتكون تحت الاشراف مؤسسات واشراف وزاره التضامن الاجتماعي. خلينا نتكلم على هذا الجانب. المشروعات المتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر دي توجه حصل شفناه خلال الفترة اللي فاتت. يمكن أنا عشان من حكم شغلنا في الصحافة وفي الإعلام شايفين ومتابعين كل اللي بيحصل، مش بس في التضامن. لو ما أجي أتكلم على دعم الدولة للمشروعات الصغيرة هلاقي إن زادت جدا مخصصات المتعارف عليها لدعم المشروعات، وشفنا افكار اتنفذت، وشفنا خلال الفتره اللي فاتت العديد من المؤتمرات. احنا عندنا منصه مصر حاجه عظيمه جدا بيعرض عليها التسويق، احنا عندنا قريه تونس في الفيوم واحده من افضل القرى اللي فيها صناعه حرف تراثيه كبيره عظيمه. عندنا كان يمكن الشهر اللي فات كان وزاره الزراعه افتتحت معرض الزهور بتاعها، وتم عرض كتير جدا من العارضين للاشياء بتاعتهم الحرف، وحاجات اسعار غاليه جدا، مش بس ان هي بتحصل. شفنا نماذج كمان بيقوموا بالتصدير، والمشاريع دي بتكبر ويقدروا يعتمدوا على نفسهم بشكل كبير. والجميل ان بيفضل متابعه ليهم لغايه لما يعني يوصلوا ونقدر نقول لبر الامان، يعني ان هم بيكونوا حققوا مكاسب مصر كبيره. بالظبط، مصر الاولى افريقيا، السوق المصري الاولى افريقيا في السوق الافريقي. مصر كل منتجاتنا تراثيه، احنا عندنا نعمه من ربنا، هي حضارتنا كده، احنا ما بنتصنعش. هو كل اللي بيحصل ان احنا عندنا صناع مهره فعلا، احنا عندنا صناع مهره، عندنا ناس بتنفذ، وعندنا اقبال على الحاجات دي. منصه مصر موجوده، منصه مصر الرقميه موجوده، الناس بتدخل وبيعرض عليها الحرفيين على 27 محافظه. احنا عندنا دعم المشروعات ده الهدف منه توفير الحمايه الاجتماعيه وتوفير فرص عمل على السياق الاخر. النهارده احنا عندنا فرص عمل بنسمع عنها كتير. كان حاليا واحنا شغالين او دايما اتجاه الحكومه هو توفير الدعم بكل الطرق اللي فيه. لما اجي اتكلم على الاسكان الاجتماعي مثلا تحديدا، كان في تصريح لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيقول ان الدوله بتتحمل 60% من التكلفه. فده بيؤكد فعلا رغبه الدوله وجديتها في توفير الدعم اللازم لكل المواطنين. واحنا بنتكلم على المشروعات، احنا عندنا كمان يعني اكثر من خطوه ايجابيه بتتم، توفير فرص عمل الى جانب احياء التراث والحرف اليدويه اللي يمكن كانت قربت تنتهي، يعني ما كانش فيه اهتمام بشكل كبير بيها زي ما احنا شايفين دلوقتي، مع تشجيع كمان الصناع والتسويق لهذه المنتجات. يمكن اكبر مثال لحضرتك اللي بتقوليه زي ما قلنا قريه تونس، قريه في الفيوم. انا بقول للناس انزلوا شوفوهم عاملين ازاي، الشوارع نفسها مرسومه، الجدران مرسومه، كلها حرف تراثيه. احنا عندنا تراث كبير، احنا عندنا تراثنا قادر ان هو يتجدد بالمناسبه، وبيقوم به تنفيذه الصناع في مختلف
المعارض بنلاقي تواجد للمعرض المصري في كل الاسواق. احنا غزينا وبنصدر بالمناسبه، صحيح. بنصدر بالحاجات دي كلها. وده اللي احنا اللي الحكومه قصدها منه. ايه الغرض او ايه المردود من الدعم ده او من الحرف؟ المردود منه حاجه اسمها التنميه الاقتصاديه. ما هو لازم يحصل، زي ما انا عندي تنميه محليه بتنفذها الحكومه، لازم يكون لها مردود ايجابي وهو التنميه الاقتصاديه. ده احنا عندنا اكثر من مردود ايجابي. احنا بدأنا بالدعم المباشر للشباب وتوفير فرص ووظائف عمل، احياء التراث والحرف اليدويه، الى جانب طبعا النقطه الاخيره اللي حضرتك ذكرتها، ويا ريت لو حضرتك تكمل برضو. يعني احنا شايفين نقاط ايجابيه كتيره جدا. النقاط ايجابيه كتيره جدا، وانا عندي اصول دوله غير مستغله في المحافظات ايضا. وانا بطالب، هو في الحقيقه هو ده كان اتجاه كانت بتنفذه الحكومه حاليا، وانا بطالب بالتوسع بيه. وانا اعتقد انه هيحصل الفتره اللي جايه، اللي هو فكره التوسع في التكتلات الاقتصاديه. عندنا القرى كبيره، انا عندنا بدل ما بيحصل ازالات، انا بيحصل عندي ازالات، والحكومه بيحصل تعديات على الاراضي الزراعيه. الحكومه نفذت اكثر من 26 موجه لازاله التعديات على الاراضي الزراعيه، وبتقوم الحكومه بحراسه او توفير الحمايه لعدم البناء مره اخرى. الحاجه الاملاك الدوله دي والاراضي المملوكه للدوله، قدرت الدولة إن هي توفرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء كان المحافظ أو كان الجهة التابعة لها في الوزارة، الاستثمار مثلا، قدرت إنها توفر تكتل. نرجع الحرفة بتاعت زمان، نرجع نعمل السيدات في القرى والسيدات في الريف والسيدات في الصعيد. ده في حد ذاته هيوفر كتير، هيقلل كتير جدا، هيقلل يمكن القضايا اللي بنشوفها في محاكم الاسر اللي بنشوفها كل يوم. خلاص البيوت فاضيه دلوقتي، فلما يبقى في شغل الست هتنزل تشتغل، هيبقى في حركه، هيبقى في تداول، هنلاقي الناس بتكتلات، هنلاقي موارد اقتصاديه بتحصل. يبقى انا كده بعمل حاجه اسمها النشاط الاقتصادي داخلي داخل القريه نفسها. لان لن تحدث التنميه ولن تحدث زياده الموارد الا من داخل القريه، لان اذا حدث ده للقريه خلاص هيحصل اشباع للمدينه، وبالتالي هينعكس بصفه عامه على المحافظه بشكل عام. يبقى اذا المشروعات الصغيره الحكومه بتدعم على جميع الاصعده، سواء كان دعم نقدي او كان دعم مشروع او دعم في الغذاء نفسه او دعم في الاسكان الاجتماعي. وانا اتكلم على منظومه التامين الصحي، يعني دي لوحدها يعني حدث ولا حرج. ما يعني افضل حاجه بتعملها الحكومه حاليا. فالمشروعات الصغيره والمتوسطه هي اعتقد ان هي لازم تتنفذ الفتره اللي جايه بشكل اكثر اتساعا لتحقيق العائد. الى جانب ان هي بيتم فعلا يعني نقدر نقول التنفيذ والاشراف والمتابعه بشكل اعتقد ان هو يعني مميز جدا، ان هم بيتابعوا جميع المراحل اللي ما تكونش فيه فرصه حتى لصاحب المشروع ان هو يفشل، بدايه من دراسه السوق الى طبعا دراسه المشروع نفسه، التسويق، امداد المواطن نفسه صاحب الحرفه بكل الخامات اللي هو محتاجها عشان يقدر يقدم منتج جيد. يعني اعتقد هذه المراحل كلها برضو نقدر نقول ما تمش يعني اغفالها ولا يعني يتم دراستها بشكل دقيق جدا ومحسوب. ده يخلينا نتكلم عن دور محوري كبير جدا لوزاره الصناعه. يمكن وزاره الصناعه الفتره الاخيره هي بتشهد طفره غير مسبوقه حقيقي، قدر الفريق كامل الوزير انه يحققها خلال فتره توليه الوزاره. لاول مره بنلاقي النهارده في زي ما نقول كده في كيمياء ما بين الرئيس وما بين وزير الصناعه. النهارده الرئيس بمجرد ما بيكلف وزير الصناعه بيتم البدء في التنفيذ الفوري للمهمه ايا كانت المهمه وايا كانت مخاطرها. يمكن من يومين كان الرئيس بيتكلم في المؤتمر، اكيد حضرتك تابعتيه طبعا وكلنا شفناه، فكان بيتكلم على بيقول له ازاي احنا ما عندناش حتى الان مصنع لبودره الاطفال، لبن الاطفال حتى الان. فطبعا ده بيؤكد ان الفتره اللي جايه او الفتره اللي احنا عايشينها حاليا المعاصره هي فتره دعم الصناعات، سواء كانت الصناعات الصغيره على مستوى القريه لدعم الفئات الاكثر احتياجا، او كانت على تحقيق الناتج العام والدخل القومي لمصر بصفه عامه. فالنهارده لما اجي اتكلم على دعم مشروعات، انا عندي دعم جدا لا متناهي وعندي مخصصات زياده. انا لما اجي اتكلم على الموازنه تخطيط، بنتكلم عن المتابعه وبنتكلم على التسويق وبنتكلم على يعني الاشراف، يعني كل ده بيؤدي للنتائج المرغوب فيها. بالظبط زي ما قلنا، عندنا اراده سياسيه، عندنا متابعه تنفيذيه من الجهات المختصه، اذا لازم هلاقي دايما عندي التنفيذ. وهو ده من هنا خلينا مترابطين بحلقتنا زي ما قلنا
طالما انا عندي الاراده وطالما عندي المتابعه هلاقي كل الاطراف عندي شغاله، سواء كانت حكومه او قطاع اعمال او مؤسسات مدنيه، وبالتالي لتحقيق الهدف اللي انا بسعى ليه، وهو دعم الفئات الاكثر احتياجا في الدوله وتلبيه كافه اجتماعات احتياجاتهم، سواء كانت صحيه او تعليميه او تثقيفيه في القرى. ملف الثقافه في القرى ده ملف شائك جدا، شغال عليه برضو الحكومه خلال الفتره الحاليه، وهيتم التوسع في قصور الثقافه برضو الفتره المقبله. أستاذ أحمد، يعني بصفتك طبعا كاتب صحفي وشاب، تنصح إيه لكل الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي؟ يعني تقول إيه للشباب؟ إحنا بنتكلم على مشاريع، بنتكلم على إن في فرص، على إن وزارة التضامن بتساعد الشباب ويقدروا إن هم يقدموا، ويعني عندهم فكرة مشروع، عندهم يعني أفكار يقدروا إن هم يوصلوا يعني لنتائج كويسة لو بدأوا فيها أو خططوا. اعتقد ان نسبه الوعي مؤخرا في مصر زادت بشكل كبير جدا. النهارده شباب مصر مش زي ما بيتصدر ان شباب مصر عاطل، لا بالعكس. انا عندي المشروعات الاخيره، انا عندي المدن الجديده، انا عندي العالمين وعندي العاصمه الاداريه، انا عندي شباب مصري شغال فعليا، والشباب بيسلك كل الطرق لتلبيه احتياجات بيته وسد احتياجاته ايا كان مسكن وملبس وغيره. النهارده الشاب انا لازم اقول له النهارده انا يعني احنا كلنا شباب ودي بلدنا ملناش غيرها، لا هنعرف نخرج منها ولا هنعرف نشتغل او نعرف اذا حصل لها حاجه. عايز اقول للشباب أولى بينا. بلاش نسمع شائعات، بلاش نمشي ورا اي اشاعه من غير ما نكون عارفين مصدرها ايه. بلدنا اولى بيها زي ما حضرتك قلتي، بلدنا اولى بيها ان انا اكون امين، حتى لو في المحل بتاعي اللي انا شغال فيه، حتى لو في النشاط بتاعي اللي انا عامله. ما تقولش ما فيش وظائف، ما فيش حكومه صحيح، فيش اعلان وظائف متاح حاليا، لان في الجهاز الاداري في الدوله مليان زي ما الرئيس قال وزي ما الحكومه قالت، لكن اقدر اقول ان في مشروعات موجوده، وان في جميع اوجه الدعم المالي والنقدي من اقرب بنك ليك. النهارده البنك الزراعي يعني موجود على مستوى محافظات وقرى مصر كلها، تقدر تاخد الكارد بتاعك او تقدر تعمل مشروعك بمجرد وجود دراسه جدوى، او حتى لو مفيش عندك دراسه جدوى انت في امان وانت في بلدك تقدر تعمل المستحيل اذا انت عايز تعمل الكلام ده. وفي النهايه ملناش غيرها وهي دي بلد. صحيح. أستاذ أحمد أبو المحاسن الكاتب الصحفي، احنا سعداء جدا بوجودك معانا وبلقائك، وحاولنا النهارده بقدر الإمكان نستعرض مع حضرتك ومع مشاهدينا كافة أوجه الدعم اللي بتقدم من قبل الدولة، سواء كان دعم مباشر أو دعم غير مباشر. أنا بشكر حضرتك على وجودك مرة تانية. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا لكل مشاهدينا. انتظرونا إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة وبرنامجكم تحيا مصر.